من عبادنا المخلصين فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. Allah بعضی از چیزهای برای به وجود گرفتگی، بعضی چیزهای به وجود گرفتگی. یکی چیزهایی که به وجود گرفتگی نه، مردم باشه دیگر همین چیز به پروایی میکنن، چیزهایی که Allah به وجود گرفتگی و یا اپریش میکنن. Allah به وجود گرفتگی ما به وجود مانده شما این چیزا خوابید که رو خیلی میکنن. یکیش این اسکوت، یکیش میگم غیر Allah یگان کسی نیست که میگم تو اینکه زنده دارد. یکیش باید اما اینکه نحن نرزقكم وإياه. رواه الله شما از فحش خوری از زناخوری دور باشید. همین قرآن می‌خونم اصلا استوزنور همین کسی که ما خوبه الله تو باشید باشه. یکی همون عزت و غروری که غرور زناخور زناخور دیسازه همون خیشاوان‌ها اسناد و زدش فاسد و روش فاسد تمیز نمیشه نمیدونم فاسد زنا فاسد عزت و غروری نفسه میریزن و دیگرش همین که از کشتان نوحق کشیدن از قرآن که صحبت شما میخوام که گفتگوی از این صحبت کاملی از من تلفن که گفتگوی بودم که کارش رو کردم و بچه بود شروع کرد دست که اکو یک تکور آمان میکنم همیشه ما گویی که کاری یک تکور فروشی رو گویی دیگر من هم خواهد میکنم تو همیده تو زمین که این بچه رو چه $100 که بدم تو همین درجه حقی انسانی که کار شدگی بعضی از طبقه‌های بچه‌های یاشده چون اینها تعلیم و تربیه از پدرش از مادرش از مکتب نمی‌گیری اهمیت داری حالا همین دیگه هم بکنید بدون موقع چیزی که الله روحی خودش می‌گیری می‌دوام ریسک‌فته می‌دوام ریسک الله خودش دوست که ما می‌دوام یکی ریسک‌فته شدروز می‌دوام اما هدایت باشد و این دسته الله دوام ده به پرسیدن نکرد حرکت نکرد این به باشه که اونها احمد 15 minut هم احیان نمیکنه یک روز ببرد حاضر اگر اصلا سرکت حیاتون یعنی یک هفته یک رو از سخن الله تعالی از سخن پیامبر یا از بعضی از بزرگوی سخنانشان یک هفته یک رو پیش فرزندان رو میگیری نصیحت میکنی تصور نکرد خواهر حرکت برای همین از خون موحق ترسیدن خصوصا مسلمان باشن غیر مسلمان یا اینکه مسلمان فرق نداره پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قال لا اله الا الله حرم ماله و دمه و عرضه و حسابه علی الله همین کسی که کلمه لا اله الا الله نیستی بودن شما حقانی مگر ما خودش بودیم همین چیز تصدیق کنم انا هم کنش رو آدم برای اشتباه می‌کنم اون رو شدید کنم مولاش شدید کنم مونیکا صحبت داشت شو قوی بسیار قوی مقصد اینه که اون چیزی که در دیگه است به تفریز برده و فرزند رو این چوبه گیره و هم زنی شده باید همین فرزند تربیه کنه که سر حمل همین وسیعت هایی که اون گفتید همین وسیعت ها اگر انسان دولت الله دوامش نباشه میگید ولا تقربوا المال التي الا بالتي احسن
یتیم از مول یتیم دور شد. یعنی مول یتیم مدينة كبيرة مدينة شهر مدينة كبيرة موضوع كبير أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم من همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم امروز محکم داشته بودیم یعنی شروع داشته بودیم و رفتیم فأسر لها حديثا من بيت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا أحدثه به أحدا وهي همون حديث جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أصلا فيكشن داریم زینت و خوشبختی دنیا همون دوران تاریخی بود که برای مردم اگر امروز برای جوامع آمریکایی شود اگر مقصد آدمی بزرگ معلم استاد پدرش مادرش اگر همین های درست و زینت حیات اگر همین ها که نشستن و نصیحت همین های گوش کردن اگر کنند اگر بچه های باشه اکن ما نقص کنیم بکنم ولی همین میگم که عبدالله ابن جعفر همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه رو رفت توی همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیثه گفتم که غیر من همه حدیثه دیگر ایگام اصلا فکرشان نمیگم من همه حدیثه میگم هم بودنم ایش کسی گفتگیم نه ایش کم گفتگیم نه همه حدیثه چوه؟ چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم همون گفته با من بحث کرده گفتم من دانستم که عقب امونم اگر امونم باشه دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم امونم میگفتم که بحث کرده میگفتم یا اساسی نگاه میفهمدن که صحابه اگر امونم قبول بودشن میگم که همه حدیث گفتم بسیار مورد همه حدیث گفتگیشان همه روز میگن من باید خوشبخت نبودم همه حدیث گفتگیشان میگن سری درست بداشتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که قضای حاجت کنن اگر همونشان همون پیششان به رفته ایستاده پشتما گردنده یکم چیزی که پرده کده ایستان پرده کده ایستادن درست بداشتم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا همون خرمازها رو داردن برای قضای حاجت من پیششان سختی کده ایستادم قضای حاجتشان میکردم همین وقت همده بینم که یک شطور آماده است شطور آماده است و نون گفتن یکی خند نگفتن و معنی که غمگین شطور گفتش شطور غمگین
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nigah kılan ki Abdullah ibn Ja'far Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçmiştir bu raflarını femesehe aynehu ve işe peşişleşi zarifat ömrünehu maksat aramı yomin kıyar işme o okuyoruz. O bir dide, o bir çarşı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bir işimizi okuyor. Şimdi sanki Paradigo edin fojini ştuki Macam kata jawapan bukit azan sore azan ahli Madinah bukit mana Rasulullah tu. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki tufan Allah Teala şudur olduğu kabul etmiyor. Ashablar şudur na taumeti na aumeti nedimkan şikoyat ediyorlar. İşte şikoyat ediyorlar. Aklım आशा में hadis की चीज़ें फोड़ते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो tarbiye ediyor. Onun gibi çoğunluğu tarbiye ediyor. Yani tarbiye edileceği olan da ama onlar nigahları yoktu da günahlar olmuş. Ama onlar nigahları yoktu da günahlar. Duyurmuş. Böyle hamur cevabı ki Allah Teala şükür olduğu bu, nimete olduğu bu, nimeteki zoyete olduğu bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tabi eden. Sanki tuğdan yine nimeti olduğu gibi buradan maksat zulümle saklara. O bu alkoçı değil. Ashablar bir soru kurulda var. Hem de Allah Teala Kur'an diyor ki, لَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki asifete şanlıdır ki, برای اولویان مهربان خیلی مهربان باشید. همراه باید وقتی که اگر برای کودکان مهربانی کنیم، برای جوانان مهربانی کنیم و برای تعلیم و تربیت شرکت کنیم اگر انشاءالله واقعا مانند همون عبدالله ابن جعفر، مانند عبدالله ابن عمر، مانند عبدالله ابن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری و عبدالله ابن ابراهیم ابن اسماعیل بخاری مبارون نفاق ومن أعظم رحمة عليه ومعناها من إن شاء الله بشأن قد كان كذا. برای نهمی الله تعالی اسمه مولیت من الزکی نکن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. هر یکی ما و شما یعنی عمل یک کجا آدم و فرزند ما و شما یعنی بیرگان ما و شما خودش پردگار کجا آدم نسل دارگردانه برادران تجربه باید التماس بود در بار دیگر میگم سری باینده ما شریفان گفته بودیم آنهایی که از دور و نزدیک میان ماشینا شدن یعنی پلشکی مکتب خالی اونجا ما مانده بیان در اسم خراب نرسونن ضرور نرسونن دیگرش این تازگی یا این برادران جهاد خانه و دیگر جهان در حالت خانه‌ها و خانه‌ها که دارن همین تازه آزادی بهداری مسئولیت جامعه تازه تدریس میگرد بسیار خوب میشه و زیرا آزادگی این نیستی ایمان است پاکیزگی نیستی ایمان است که پیامبر صلی الله علیه و آله بودن دوام تو اطلاعات کار در خاطر مسلمان جمعی جمله مراد و مقصدی که حج مطلقه را می‌خواهیم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن
أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، فقال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين. فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون سمع الله لمن حمده.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا الراحمين. ولما فتحوا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير كيل تؤتون موسى أن يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حال نفس يعقوب ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جهزهم بجهازهم جعل رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن قالوا جزاؤه من وجد في أرضه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيته قبل رعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تكسبون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا
واعلموا أن أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد والذين أنعمت عليهم ولا الضالين. فلما أن جاء البشير يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله للمتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف ومن يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين يتقون. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا في ضلالك القديم. سمع الله لمن حمده.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت على الضالين. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وما يشاء إنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الغيب يوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت